السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم قناة عمل ايدي مع ام كريم. وقبل ما ابدا الفيديو يا حبايبي اضغط اشتراك وفعل الجرس واضغط على كلمة الكل عشان يوصل لكم مني ايه كل حاجة بعملها. تعالوا النهارده كده هنعمل مع بعض غدا سريع جدا. طبعا ايه هتقولوا لي؟ ده ايه ده يا ام كريم اللي في الحلة ده؟ لحم روم. طبعا الروم بصوا ده كان عندي في الفريزر يعني. طبعا روم كبير فمش هينفع، طبعا لازم نقطعه كده حتت يعني ونطبخه. طبعا انا جبته كده وقطعته كده عليه جزر وبصل ورق لورا وفلفل اخضر وتوابل كزبره ناشفه وكمون والملح. خلاص هي دي التوابل اللي بحطها عليه. وايه واشوحه كده ايه في بعضه كده لغايه ايه ما ياخد لون حلو كده. وبعد كده ايه نزودها الميه عشان طبعا انا عايزه منه الشوربه. والشوربه عامه بتاعت الروم بتبقى جميله جدا يعني. هغطي الحله كده لما يتشوح ونزودها ايه الميه. تعالوا كده ايه نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. جبنا حله كده وحطينا فيها ايه حبه من الزيت. وجبت ايه بصلايه كبيره كده واقطعها كده ايه في الحله. طبعا انا طبعا ايه متعوده ان انا ايه اقطع البصل كده في الحله بسرعه بسرعه عشان ايه انجز طبعا. وايه ويحمر معايا بسرعه يعني. طبعا الحله التانية دي فيها اللحمه، طبعا ايه بعد ما اتشوحت كده زودتها الميه. وسبته بقى ايه يعيش حياته كده عشان ايه عايزه منه الشوربه كده عشان نعمل منها بقى ايه حبه محشي كده حلوين يعني. خلاص هقطع البصلايه كده وايه لغايه ايه ما تاخد لون حلو كده نقلبها، طبعا ناخد بالنا منها عشان ايه عايزه ايه تاخد لون حلو كده وايه ونحط عليها التوم يعني. خلاص اول ما تدبل كده احط عليها ايه معلقه من التوم المفروم. خلاص اهي كده معلقه من التوم المفروم كده، واول ما التوم كده ياخد ايه لون حلو كده مع البصله هننزل ايه بالبطاطس. البطاطس دي طبعا ايه خرطتها كده ايه ومقطعاها كده ايه مكعبات حلوه كده هتشوفوها دلوقتي معايا. بصوا اللحمه كده ايه عم تغلي معانا على العين التانية كده. والبصلايه طبعا ايدي فيها كده بالشكل ده عشان ايه مش عايزاها تتحرق مني. بصوا البطاطس بصوا مقطعاها مكعبات كده حلوه، مكعبات صغيره عشان ايه تستوي معايا بسرعه يعني. خلاص هحطها كده ايه هنزلها كده على البصل والثوم. طبعا هتقولي لي ايه ده يا ام كريم اشمعنى الطريقه دي يعني؟ لا دي طريقه حلوه. انا بحب كده اعمل البطاطس ني في ني، بس البصله مش بحطها كده ايه من غير ما احمرها، لا انا بديها تحميره حلوه يعني لون اصفر كده. وبقى انزل عليها البطاطس اشوحها تشويحه خفيفه كده. وايه واخرط عليها كده ايه قرن الفلفل اقطعه كده بالشكل ده. واديها بقى ايه تشويحه حلوه مع التوابل، احط لها توابل دلوقتي. وبعد كده احط عليها ايه عصير الطماطم اللي احنا ايه ضاربينه في الخلاط. خلاص او كده هنزل بالتوابل، حطيت كزبره ناشفه واحط حبه كمون وحبه فلفل اسود. هي دي التوابل ايه اللي بحطها يعني. طبعا البطاطس دي طبعا ما تسيبهاش كتير على النار، يعني ايدك فيها على طول عشان طبعا دي مش بتنزل ميه عامه. وممكن ايه تتحرق منك فانت ايه يعني ايدك فيها على طول كده عشان ايه تتشوح معانا كده مع البصل تبقى ايه حلوه وتدينا ريحه حلوه يعني. هغطيها ثانيتين كده وايه ونقلبها تاني. بصوا لازم عينك عليها وتاخدي بالك منها عشان ايه ما تلزقش منك يعني في الحله. خلاص طبعا ضرب كده ايه الطماطم في الخلاط وهنزل كده ايه بحبه ايه طماطم كده عليها. واسيبها بقى ايه اغطي عليها الحله. واسيبها بقى ايه تتسبك يعني الطماطم تتسبك مع البطاطس. خلاص وبعد كده ايه نزودها الشوربه. شايفين حطيت لها بقى حبه شطه عشان عامه البطاطس اللي بالطريقه دي احنا بنحبها حراقه يعني وتبقى حلوه يعني. خلاص اهو كده بصوا تعالوا بعد ما ايه شايفين الطماطم اتسبكت في البطاطس وحلوه جدا. طبعا هنزودها ايه حبه شوربه. خلاص من الشوربه الجميله الحلوه دي. اهو كده هنزودها ايه كبشتين تلاتة حسب ايه كميه البطاطس اللي انت ايه عاملاها يعني. اهو طبعا انا بشيل الجزر اللي في الشوربه مش عايزاه كمان ايه في البطاطس. اهو بالشكل ده وهسيبها بقى هي طبعا لسه ما استوتش. يعني شايفين الطماطم اتسبكت فيها بس هي لسه برضو ايه عايزه غلوتين تاني عشان البطاطس ايه تستوي كويس يعني فيها. اهو كده بالشكل ده. وهغطيها برضو كده لغايه ايه ما تستوي معانا. تعالوا بقى ايه بصوا انا لفيت طبعا المحشي ده كنت لفاه قبلها بيوم. طبعا انا كنت عامله كتير قبل كده محشيات في القناه يعني. فقلت بقى انجز معاكم بقى وما اطولش عليكم الفيديو. وجبت حله كده صغيره وايه قلت بقى ايه نعمل حبه لسان عصفور. خلاص من الشوربه الجميله بتاعت الروم الحلوه دي.
طبعا هنزود ايه المحشي كده. طبعا المحشي ده ورق عنب في فلفل رومي. عامه الفلفل الرومي لما تحطيه مع ورق العنب بيدي طعم جميل جدا لورق العنب يعني. خلاص اهو كده بالشكل ده هزودها الشوربه. وطبعا ايدي في ايه في لسان العصفور عشان ايه ياخد كل اللون واحد يعني. اهو كده. طبعا هنهز الحله كده عشان ايه الشوربه كلها تدخل ايه في المحشي بتاعنا يعني. اهو كده. وهنغطيه بقى ايه ونسيبه بقى ايه يعيش حياته عشان ايه يغلي معانا. طبعا ايدي برضو ايه في لسان العصفور لما ايه يحمر معانا. ونزوده بردك ايه الشوربه الحلوه دي. اهو كده. طبعا البطاطس انا حطاها على العين التانية. هي استوت بس انا ايه مهديه من عليها النار خالص عشان ايه تستوي كويس يعني وتبقى حلوه. اهو كده. بعد ما ايه لسان العصفور اخد لون حلو كده هنزود طبعا ايه الشوربه. طبعا الشوربه دي انا طبخت منها المحشي والشوربه والبطاطس والحاجات دي. طبعا انا مش عايزاها تاني يعني. انا استكفيت طبعا طبخت منها المحشي وكل حاجه. فمش عايزاها تاني فايه مش هنزودها تاني يعني ميه يعني. اهو كده. طبعا الشوربه هحط لها كده ايه حبه ايه فلفل اسود عشان تبقى حلوه وجميله يعني. بصوا البطاطس تحفه وخطيره كده. تعالوا بقى ايه نشوف اللحمه كده استوت. هي شايفين هي استوت بس عايزه حبه بسيطه تاني. اهو كده. وهسيبها بقى ايه حبة تاني كده 5 دقايق ونطلعها. شايفين المحشي بعد ما استوى خالص هديه عليها النار وجبت طاسة كده ايه هنحمر اللحمة ايه اللي انتوا شايفينها دي. اهو كده. وايه وهنحط بقى في الزيت كده عشان ايه نحمر اللحمة بتاعتنا. اهو. طبعا لو انت مش مفضله يعني ان انت تحمريها في الزيت عندك حبه صلصه او اي حاجه يعني زايده من اي خضار تسبيكه يعني عادي. ادهني اللحمه وحطيها تحت الشوايه تاخد لون حلو كده وعادي يعني براحتك. لا انا بفضل عامه في لحم الروم بحب اعملها كده بديلها ايه لون حلو كده في الزيت بيبقى طعمه حلو جدا يعني. او كده بالشكل ده. اهو هنقلبك كده ايه على تاني ناحية عشان ايه عايزة ياخد لون يعني من الناحية التانية كده بالشكل ده. اهو كده. وتعالوا بقى ايه بعد ما الغدا بتاعنا خلص. شايفين الفيديو بتاعنا يعني ايه مش طويل قوي وبسرعة جدا. ودي الشوربة بتاعتنا واللحمة كلها بعد ما حمرناها. فقلنا بقى ننجز معاكم كده عشان ايه ما نطولش عليكم الفيديو. بصوا الشوربة جميلة جدا جدا وطعمها حلو جدا. شايفين. وده ايه المحشي ورق العنب. بصوا والفلفل الرومي والله العظيم بجد كان تحفة وطعمه جميل جدا يعني. طبعا انا عملته قبل كده كتير في القناة المحشي عامة والخلطة بتاعته كنت عاملاها برضو كتير في القناة. فقلت بقى ايه ننجز كده وايه ونلفه يعني قبلها بيوم. وشايفين البطاطس التحفة الجميلة دي تحفة والله العظيم بجد جميلة. جربوها على طريقتي طعمها جميل جدا. وده كان غدانا. اتمنى يكون عجبكم. ولو عجبكم لايك وشير كده لاعمال ايديا مع ام كريم. بحبكم في الله احلى متابعين. وما تنسيش اللايك من ايدك الجميله للغدا الحلو ده والاكل الجميل ده والمحشي الجميل ده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.